عصر الساعات الذكية بلش من هاي الفترة، والساعات العادية ما راح يكون لها حاجة بالفترة الجاية. بس خلونا البسها ثواني. اختلطت علينا الاوراق، ما تعرف اي ساعة زينة، لان اكو هواي ساعات ذكية ورخيصة، واكو ساعات ذكية غالية. فبهذا الفيديو راح نتعرف على افضل 5 ساعات من حيث الاداء والسعر والمواصفات. اللي ارجوه من عندكم لا تروحون تشترون ساعة ذكية ب$20 او $25، ولا اوصيكم تشترون ساعة ذكية ب$1000 الا اذا كانت عندك فلوس زايدة وتريد تصرفها. فدائما اوصي ان نكون وسطيين في خياراتنا. نبدي من المرتبة الخامسة، ساعة فيت بيت فيرسا. اذا كنت تدور على ساعة تخدمك بالجيم من كل النواحي فانصحك بهاي الساعة. جتي هاي الساعة حتى تواكب التطور وتحافظ على صحتك. اولا ما راح تحتاج تاخذ تليفونك لما تطلع، لان راح تبقى كنكة على التليفون. ثاني شيء تقدر تتحكم بتطبيق سبوتيفاي وبالميوزك الخاصة بالجهاز. النوم شيء اساسي للبشر، فهاي الساعة راح تكون مريحة بالنوم، وبالاضافة الى انه راح تنطيك جدولك اليومي بعد ما تصحى. صراحة الساعة الذكية اليوم تطورها رهيب ومفيدة ومواكبة لطيفة للتكنولوجيا. فانت لابس ساعة لابس، اشتري شيء يخدمك ويسهل عليك الحياة. نرجع بها نظام أليكسا. اللي ما يعرف أليكسا، هذا النظام مثل سيري، تقدر من خلاله تحكي ويا الساعة وتسألها أسئلة أو تربطها على جهاز أليكسا، وراح تقدر تتحكم بالأمور بكل سهولة. أليكسا هذا نظام خاص بالبيوت، تقدر تتحكم بالضوء، تتحكم بهواية أمور إذا كان بيتك متطور. شاشتها أوموليد واضحة وسطوحها قوي، وتكون واضحة حتى بالأيام المشمسة أو بالنهار. طبعا بها نظام GPS وقياس دقات القلب. بالنسبة للبطارية فراح تطول عندك تقريبا يومين مع تفعيل خاصية الأولويز أون ديسبلاي. سعرها تقريبا $100، وأنا أشوف مواصفاتها تستحق هذا السعر. بالمرتبة الرابعة سامسونج جالكسي واتش 5. هاي الساعة راح تراقب نومك عن كثب وتنطيك تقرير. تقدر تتبع نشاطك الرياضي بناء على الجدول اللي خليته. تقدر تثق بهذه الساعة في الحفاظ على دقات قلبك في حال صارت وياك مشكلة أو كانت عندك مشكلة قديمة لا قدر الله. نظام GPS كامل. صحتك مهمة بالنسبة للساعة، فراح توفر لك معلومات كاملة عن نسبة المي بالجسم ونسبة السمنة ومتابعة العضلات وهواية مواصفات ثانية. بالنسبة للبطارية فراح تكفيك أكثر من يوم كامل. سعرها تقريبا يجي $230. بالمرتبة الثالثة ساعة جيرمان فوررنر 55. هاي رياضية وللركض، لأن راح تنطيك تفاصيل دقيقة عن النشاطات اللي تسويها. نظام GPS كامل، ايش قد ركضت وايش قد كانت سرعتك. خايف من الشحن ومشاكله، ما عندك وقت يوميا تشحن؟ تعال شوف، لان هاي الساعة راح تطول عندك اسبوعين، اي بالضبط اسبوعين بدون شحن ويا سمارت ووتش مود، يعني تشغل المود راح تنطيك اسبوعين بدون شحن. واو والله زين. واذا استخدمتها بدون هذا المود فراح تطول عندك 20 الى 25 ساعة، يعني تقريبا يوم. سعرها تقريبا $180. بالمرتبة الثانية تيجي ساعة أمازفيت بيب يو برو. اول شيء أليكسا وGPS جزء من الساعة. شرحنا عن أليكسا، وضحنا شنو عملها. تقدر تسأل أسئلة وتشوف الطقس عن طريق الكلام وتترجم الكلمات اللي ما تعرفها وهواية سوالف. تقدر تلبسها بالسباحة، يعني مقاومة للمي طبعا، وتنطيك تفاصيل عن الشيء اللي حققته بالسباحة. بالنسبة للصحة فنظامها كلش قوي وسليم، تنطيك تفاصيل دقيقة عن دقات قلبك خلال 24 ساعة الماضية، وتنطيك نسبة الأكسجين بالدم، وتنطيك نسبة الستريس اللي هو التوتر، وشلون احنا العراقيين ما عندنا اي توتر. ومو بس هاي، حتى جودة النوم عندك. وبالنسبة للشحن، تعال بعدك تخاف من الشحن، هاي الساعة راح تطول وياك 9 ايام. واو، اي 9 ايام، يعني تنسى الشاحنة ولا تشيل همها، وسعرها بس $70. ابل واتش اس اي جيل ثاني، تجي بالمركز الاول. هل انت من الاشخاص اللي يهتمون بالرياضة والصحة؟ ابل واتش راح تهتم بيك اكثر ويا هاي النسخة. راح تنطيك اشعار في حال صارت عندك مشكلة بدقات قلبك بدقة كلش عالية. بالإضافة إلى أنه هاي الساعة سهلة الاستخدام من خلال الأصابع. بالإضافة إلى أنه متوفرة بألوان هواية، مقاومة للمي، وتشتغل بعمق 50 متر في حال كنت غطاس. إرسال رسائل واتصال والإجابة على الاتصال، وحتى تتراسل ويا سيري أو تحكي وياها على حال أليكسا اللي ذكرناها. سعرها تقريبا $250. شنو أفضل ساعة عجبتكم من هاي المجموعة؟ وراح تشتري واحدة منهم؟ اكتب لي بالتعليقات وشاركني رأيك، لأن رأيك مهم. وهواية من اللي يشوفون الفيديوهات ما يشتركون بقناتي على اليوتيوب أو حساباتي الباقية سواء تيك توك أو انستغرام أو فيسبوك. أتمنى تشتركون حتى نستمر بطرح المواضيع التكنولوجية. لا تنسى تتابعني حتى تعرف أكثر عن التكنولوجيا اللي تفيدك بحياتك اليومية. كان وياك محمد من قناة مونتوغرافي. نشوفكم فيديوهات جاية. في امان الله.